هات اغلى موتوسيكل في مصر مش اغلى موتوسيكل في العالم. انا ما بجيبش اغلى موتوسيكل في مصر لسبب ان احنا بالنسبه لنا اغلى موتوسيكل في مصر هو الكawasaki نينجا اتش 2 ار. ما هو ما فيش غيره. احنا عندنا مفتقدين كميه موتوسيكلات احنا ما نعرفش عنها حاجه. يعني مثلا هديكم مثال، مثلا موتوسيكل ده الموتوسيكل المفضل ويعني تحفه. ده موتوسيكل من الموتوسيكلات القليله جدا اللي الموتور بتاعه كروس بلين. الموتوسيكل ده اسمه ابريليا اس ار اس في 4. الموتوسيكل ده سعره بيوصل ل 60,000 دولار، بيبدأ من حاجة و20,000 دولار لحد 60,000 دولار أو 58,000 دولار بالظبط عشان الناس كده. عندنا موتوسيكلات تانية برضو اللي هي مش منتشرة، موتوسيكلات الهارلي ديفيدسون. موتوسيكلات هارلي ديفيدسون دي يا جدعان غالية جدا، غالية بطريقة غريبة يعني. فدي عندك البلية فيها برقم. عندك موتوسيكلات تانية برضو ما نعرفش عنها حاجة، موتوسيكلات الانديان. انا حضرت مرة ايفنت كان افتتاح معرض اسمه دكتور انس حاطط موتوسيكلات انديان بس. موتوسيكلات الانديان دي حاجات شبه برضو الهارلي وكروزر وكده بس اسمها انديان، والموتوسيكلات دي بتبقى معمولة امريكاني. الموتوسيكلات دي يا جدعان كنت بشوف عليها ارقام بالدولار كده، حاجات غريبة، موتوسيكلات بتوصل لملايين. فاحنا بالنسبه لنا في مصر اغلى موتوسيكل في مصر هيبقى هو بالنسبه لاي حد اتش 2 ار، واللي هو معروض عند سعداوي. فعلشان كده ما بتكلمش قوي عن سوق الموتوسيكلات في مصر، لان مصر علشان قطع الغيار والجمارك وكده فاحنا محطوطين في دايره اللي هي هوندا، كawasaki، سوزوكي، ياماها. البي ام بقى والدوكاتي مش منتشرين قوي. يمكن البي ام بدأ ينتشر الفتره اللي فاتت قوي، بقى داخل على اكنه سوزوكي جيكسر يعني. بس بالنسبه لي برضو مصر ما فيهاش حاجه غير اتش 2 ار بس، ما فيش موتوسيكلات تانية مميزه قوي يعني.